النهاردة هندخل منطقة سرية جدا بس قوية بشكل لا يصدق، وهي قلب كل نجاح وكل إنجاز في حياتنا: التحكم في العقل الباطن. إزاي تبرمج عقلك لتحقيق أحلامك وتطلق قوة لا محدودة جواك؟ العقل الباطن هو المتحكم الحقيقي في كل حاجة بنعملها، في عاداتنا، ردود أفعالنا، وحتى في الفرص اللي بنشوفها أو بنفوتها. للأسف أغلبنا بيسيب العقل الباطن شغال ببرمجة قديمة وسلبية من الطفولة تخيل إن عقلك الباطن ده جهاز كمبيوتر عملاق، وإنت اللي بتدخله الأوامر. لو الأوامر اللي بتدخلها هي أنا فاشل، أنا خايف، أو الموضوع ده صعب، الجهاز هينفذ الأوامر دي بالظبط وهيعمل كل حاجة عشان يثبت لك إنك صح. لكن لو قدرت تزرع فيه أوامر جديدة زي أنا قادر، أنا مستحق للنجاح، وأنا هعملها، العقل الباطن هيبدأ يشتغل كطيار آلي أوتو بايلوت، يوجهك بشكل طبيعي نحو تحقيق الأهداف دي. علماء النفس في الفيديو ده مش بس هنشرح إيه هو العقل الباطن، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية ورا التنوين بالإيحاء الذاتي، وهنشاركك خطوات وتمارين عملية جدا ومثبتة علميا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تعمل إعادة برمجة إيجابية لعقلك الباطن. النتائج مش بس هتكون تغيير في تفكيرك، بل تغيير مادي في طريقة تصرفك وعاداتك اليومية. يلا بينا نتعلم إزاي نستخدم أداة القوة الأعظم دي ونفتح أبواب تحقيق الأحلام. ليه التحكم في العقل الباطن هو مفتاح تحقيق الأحلام؟ التحكم في نظام التشغيل Operating System. العقل الباطن بيدير 95% من سلوكياتك وعاداتك اليومية. لما بتبرمجه صح، بيشتغل في الخلفية عشان يخلي الأفعال الإيجابية زي العمل، الصحة، الثقة تلقائية، وده بيقلل من مقاومة البداية أو ما يسمى متلازمة الاحتيال Imposter Syndrome. قوة الجذب والفرص. العقل الباطن بيشتغل كفلتر أو نظام تركيز يسمى RAS Reticular Activating System. لما بتكون مبرمجة على النجاح، بيبدأ يلاحظ الفرص والأشخاص اللي بتخدم هدفك اللي كنت ممكن تتجاهلها لو كانت برمجتك سلبية. تجاوز الخوف والمقاومة. كتير من الخوف والتأجيل بيجي من برمجة قديمة بتقولك مش هتقدر. إعادة البرمجة تزيل الحواجز دي وبتحول المقاومة الداخلية لتدفق طاقة نحو هدفك، مما يعزز قدرتك على العمل تحت الضغط. الصحة. خطوات عملية لبرمجة العقل الباطن لتحقيق الأحلام. الخطوة الأولى: تحديد الهدف بصيغة الأمر الإيجابي The Affirmation Formula. العقل الباطن بيتكلم بصيغة الأمر وفي زمن المضارع وما بيفهمش النفي. بدل ما تقول مش عايز أكون فقير، قول أنا أستحق الثراء وأمتلك الوفرة الآن. لازم تكون الجملة إيجابية حاضرة. الخطوة الثانية: قوة التكرار والإيمان Repetition and Belief. في وقت الإيحاء، العقل الباطن بيتعلم بالتكرار زي ما اتعلمت الكلام أو المشي. كرر الأوامر الإيجابية بصوت مسموع أو في خيالك مرتين في اليوم، مرة بعد الاستيقاظ مباشرة ومرة. الخطوة الثالثة: التصور الواضح The Power of Visualization والمقنع. العقل الباطن ما بيفرقش بين الواقع والخيال. تخيل نفسك وانت عايش الهدف ده بالفعل. لو هدفك هو النجاح في مشروع، تخيل نفسك بتمضي العقود، بتحتفل بالنجاح وبتحس بالشعور ده بكل تفاصيله. شوف الألوان، اسمع الأصوات، شم الروايح. الرؤية يجب أن تكون حية ومؤثرة عاطفياً لترسخ في اللاوعي. الخطوة الرابعة: تغيير العادات الصغيرة Micro Habits Change لإثبات القدرة. ابدأ بتغيير عادة سلبية صغيرة واحدة. العادة هي بيئة. العقل الباطن بيحب العادات. لما بتنجح في تغيير عادة صغيرة زي الاستيقاظ مبكراً 15 دقيقة، بتديله إثبات إنك قادر على. الخطوة الخامسة: العلاقة مع النفس Inner Dialogue وتحويلها. راقب حوارك الداخلي. كل مرة تلاقي فيها صوت سلبي بيطلع، وقفه فوراً وواجهه بجملة إيجابية. لو قالك أنت فاشل، رد عليه بصوت حاسم: أنا أتعلم وأتطور باستمرار. تحويل الحوار الداخلي هو أقوى أداة للبرمجة، ويجب أن تتحدث مع نفسك كصديق حكيم وداعم. الزتونة. عقلك الباطن مش بيحكم عليك، هو بينفذ أوامرك. التحكم في العقل الباطن مش سح، هو علم وتدريب يومي. ابدأ من النهاردة في إدخال الأوامر الإيجابية الصحيحة. أنت القائد، والبرنامج اللي هتختاره لعقلك هو اللي هيحدد مسار حياتك.
ويحول أحلامك البعيدة إلى واقع ملموس. يا رب يكون الفيديو ده